قال الصوفية ينشرون أن صلاح الدين كان صوفيا ويذكرون أشياء من التصوف عنده، فهل ذلك صحيح؟ ما أعلم أنه صوفي. الذي أعرفه بما ذكره علماؤنا أنه كان متأثر بالأشاعرة رحمه الله تعالى، متأثر بالأشاعرة. أما أنه صوفي فلا نعلم أن صلاح الدين صوفي، وأنه يعتقد في القبور ما يعتقد هؤلاء المتهوكون، وأنه يذبح لغير الله. هذا معنى صوفي، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يعتقد في الأولياء، وربما اعتقد أن الولي يستطيع أن يخلق. شاف من هذه الاعتقادات الفاسدة ما ينصر الله مشرك، وإنما يبتلي العباد بالمشركين. فرجل صاحب ضراعة ما رؤي منه ذلك ولا علم عنه ذلك، فلما اشتد الأمر عليه يلجأ إلى الله، ما يلجأ إلى القبور. وأنتم يا فارين من ايش يقولون ذاك؟ لوذوا بقبر أبي عمر، يا فارين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. ما يعرفه هذا صلاح الدين. صلاح الدين معه سيفه، معه توكله على الله واعتماده على ربه جل وعلا، ما يفر من التتار ويلوذ بقبر أبي عمر، بل يجابه ويواجه منتصرا بالله سبحانه وتعالى. فلا تضيفوا صلاح الدين وتظلموه، فإن إضافة صلاح الدين إلى الصوفية ظلم والله، فإن الناس ستنظر منه تبغضه ربما، لأننا نعرف إيش معنى صوفي. إيش معنى صوفي؟ صوفي يساوي قبوري، أليس كذلك؟ صوفي يساوي الله في كل مكان، ولا ما يساوي الله في كل مكان؟ صوفي يساوي الله في كل مكان، يساوي الله ما هو في السماء.